ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وامانه بيني وبينك ليوم الدين، لو عليكي صلاه دلوقتي وقفي الفيديو وصلي، وبعد كده تابعي الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بصوا بقى يا بنات، ناس كتير قوي يعني الفتره دي بالذات احنا في موسم مدارس يعني، وناس كتير قوي يعني مش عارفه تعمل ايه في موسم المدارس، ومش عارفه تظبط دنيتها ازاي. طبعا المصروف، اللانش بوكس، التجهيزات المدارس، كل الحاجات دي. طيب ياسمين، انا اقدر اعمل ايه عشان ميزانية بيتي ما تتأثرش؟ يعني لا، كلنا لازم نحط لولادنا اكل في سندوتشات والكلام ده كله. طيب انا بقى هساعدك شوية كده. انا عايزاكي تعملي ميزانية شهرية 150 جنيه لمصاريف المدرسة. بمعنى مش مصاريف المدرسة مصروف الايد، لا، للانش بوكس. هتقولي لي يا ياسمين هيكفوا؟ ان شاء الله هيكفوا. هيكفوا ازاي يا بنات؟ بصوا حبايب قلبي، اهم حاجة في تجهيزات اللانش بوكس ان انت تجيبي دقيق مش اقل من 3 كيلو دقيق. 3 كيلو دي يا بنات بيعملوا قد ايه؟ 3 كيلو دقيق عاملين، انا عندي كيلو ب 16 جنيه، يعني ال 2 كيلو ب 32 و 3 كيلو 48 جنيه. تمام، قولي يا ستي 50 جنيه دقيق. ماشي. ال 100 جنيه التانية يا بنات هنقسمها كالاتي. هتجيبي الخميرة بتاعتك مش اقل من 3 اكياس خميرة، هتجيبي كيس بيكنج باودر، هتجيبي بيضتين عشان هنعمل مثلا، هتجيبي 5 بيضات عشان نعمل صينية كيك، هتجيبي تجهيزات كده بسيطة، جبنة رومي مبشورة، شوية مثلا لانشون اللي هو البيف اللي بيتباع في السوبر ماركت اللي هو المغلف، شوية حاجات كده بسيطة هنجيبها عشان خاطر اللانش بوكس. ماشي. المعجنات يا بنات والكوكيز من الحاجات اللي هتسعفك جدا جدا في اللانش بوكس. وكمان لما تجيبي اي نوع فاكهة في الاسبوع، حاولي ان انت تعملي كيلو فاكهة في الفريزر، تعمليه في ازايز وتخففيه، ما يبقاش العصير تقيل قوي ومركز، لا اعملي عصير خفيف شوية، بحيث ان انت تجيبي ازايز صغيرة وتحطيهم في الفريزر، تدي ابنك ازازة العصير من البيت وتدي ابنك شوية حاجات كده في اللانش بوكس. زي ايه؟ اولا الكوكيز يا بنات مهم جدا جدا. انا كنت عاملة في قناة غير فكرك الكوكيز بالعسل الاسود يا بنات، ما بياخدش اكتر من بيضتين و4 كوبايات دقيق، يعني 4 كوبايات دقيق هيعمل لك علبة كوكيز بحالها، يعني قد كده، يعني تكفيكي 10 ايام يعني مش 10 ايام فطار، لا احنا هنحط لابننا 2 3 بالكتير في اللانش بوكس وهتكفيه. بسكوت ال10 دقايق، الحاجات دي كلها يا بنات هتعمل معاكي، يعني ده بديل الحلو، بدل مثلا لما اولادنا بيبقوا عايزين حاجه حلوه حاجه مسكره، هتجيبي لهم الحاجات دي. لازم يبقى عندك اقل حاجه نص كيلو من التمر. نص كيلو من التمر يا بنات، الكيلو عامل 36 جنيه، هتجيبي نص كيلو مثلا ب 15 جنيه ب 20 جنيه مثلا تمر، تحطي له بلحتين في اللانش بوكس، 2 كوكيز و2 مثلا كرواسون، 2 باتيه، قرصتين، كل الحاجات دي بترمي معاكي. الدقيق يا بنات كله خير، كله خير، بيملى البيت خير. 3 كيلو دقيق والله يا بنات هعمل لك شويه معجنات. ال3 كيلو دقيق هيكفيكي الشهر كله. تقدري تعملي صينيتين كبار كيك زي صاجتين كيك كده، وتقطعيهم وتحطيهم في اكياس. مثلا انت عندك وليكن طفلين، كل طفل هياخد قطعتين كيك، حطي كل كيس 4 قطع كيك صغيرين، ما تحطيش قطعه كبيره، قطع صغننه خالص، وحطيهم في الفريزر. هاتي مثلا اوراق الكب كيك رخيصه قوي قوي، العلبه مليانه ورق وب10 جنيه. تمام، علبه كده صغننه كده عامله زي البوكس كده، بيبقى ليها خانتين، بتبقى مليانه ورق يا بنات وب10 جنيه. هتجيبيهم من مستلزمات الحلويات او اي واحد بيبيع ادوات منزليه، 2 مافن، حطي له 1 مافن، مثلا قرصتين، كام حبايه تمر وازازه العصير، وحلوه قوي قوي يا بنات.
بلاش ندي ولادنا بقى الستريبس والبرجر والحاجات الفظيعه دي نحطها لهم في اللانش بوكس. لا، احنا ممكن نعمل بدايل البرجر. ممكن نعمل برجر البطاطس، ان احنا نجيب البطاطس ونهرسها كويس جدا ونحط عليها مثلا معلقتين بقسماط ونكسر عليها بيضه ونقلب الكلام ده كله كويس مع شويه مثلا خضره، وبعد كده نعملهم قرص 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 كده، نقرصهم ونجمدهم في الفريزر يا بنات، ونحطهم في البيض وبالبقسماط كده. بلاش البيض، هنحطهم مثلا في معلقه دقيق كده نقلبها تبقى قوامها تقيل شويه، ونحط بقى البقسماط ونقليهم في الزيت ونحطهم في سندوتشات هتبقى خطيره. فهنرتب افكارنا بقى في الفيديو. انا عماله انا حاسه ان انا ايه يعني مش هتركزوا معايا في البدايه، فانا عايزه بقى نقسمهم واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه محتاجين 3 كيلو من الدقيق، اكتبي ورايا. محتاجين 2 كيس خميره، عايزين كيس بيكنج باودر، عايزين حوالي 4 اكياس من الفانيليا. ده بالنسبه للمعجنات. تمام. هنخش بقى على التجهيزات التانية. محتاجين اوراق مافن، تمام، او الاوراق الكب كيك محتاجين نشتريها. محتاجين كمان يا بنات مثلا نروح السوبر ماركت، هنجيب شويه مثلا جبنه رومي مبشوره كده، هنجيب مثلا ربع كيلو ب25 جنيه، بيكفي يا بنات وبيوفي. هنجيب مثلا ب15 جنيه او ب20 جنيه بلح، جزء منه هنعمل قرص بالعجوه والجزء التاني هنحطه في اللانش بوكس. هنحتاج كمان نعمل ميزانيه، مثلا المانجا رخيصه، لو جبتي مثلا 3 كيلو مانجا ب 30 جنيه، المانجا اللي هي العصير مش المانجا الاكل الماسكه نفسها، العصير، حطيتيهم في الفريزر هتعملي منه عصير قد كده، بس ما تعمليش العصير مركز، اعمليه خفيف شويه بحيث ان هو يرمي معاكي كتير، وفي نفس الوقت في ازايز صغيره كده، في ازايز بتتباع كده زي الازايز اللي هو الحليب الصغننه دي، هاتيها عندك اغسليها، هاتي كام ازازه كده يا بنات وحطيهم وفي الفريزر واعملي منهم ازايز عصير. اعملي بقى المعجنات بقى، شكلي، اعملي ميني بيتزا، اعملي قرص، اعملي باتيه، ميني كرواسون، اعملي كوكيز، اعملي ايه كمان، اللهم صل عليك يا رسول الله، اعملي قراقيش، اعملي منين، اعملي حاجات كده يعني، اعملي الدوناتس اعمليها في البيت، اعملي عيش صغير الكايزر الصغير ده، احشيه طعميه، احشيه فول، احشيه جبنه، الولاد بيحبوا العيش الصغنن الشامي ده، اعمليه في البيت. كل ده هيرمي معاكي كتير جدا والله يا بنات، وباذن الله هعملها لكم عملي باذنك يا رب، باذنك يا رب. تجهيزات المدارس بال150 جنيه دي، طبعا انتوا الشرح النظري مش هيوصل لكم قد الشرح العملي، ولكن هوريكم تحضيرات اللانش بوكس يوم بيوم، وهوريكم تجهيزات على ان انا اطلع واحط في اللانش بوكس على طول. لان انا واحده مثلا، انا مثلا مش ربة منزل، انا بشتغل، طبعا مش هقوم من النوم وهجيب نص كيلو دي اقعد اعجن فيه والكلام ده كله، لا، انا هعجن ال3 كيلو دي كلهم دفعه واحده، يوم كده واحد كده هد نفسي فيه. والله العجين جميل قوي يا بنات، واعجن واعجن واعجن، وابتدي بقى اجيب العجينه بقى قدامي اخمرها، وابتدي اشكل بقى اللي انا عايزاه كله، كايزر، فينو، باتيه، زي ما قلت لكم حاجات كتير قوي قوي قوي، قرص صغيره واللي هي القرص الترسه ده اللي هي بتاعت العجوه، كل ده هنعمله باذن الله. ده بقى هيوفر عليك ان انت الصبح بدري تنزلي بقى تجيبي له سندوتشات جاهزه اللي هي الفول والطعميه من المطعم، هيوفر عليكي بقى ان انت تجيبي فينو مثلا، لو انت اقل حاجه هتجيبيها ب10 جنيه فينو كل يوم عشان ولادك، ويا ريت يكفي كمان، ده رغيف الفينو مسلوع كده ومعصعص وما بيكفيش حاجه، فالابنك هيبقى عايز بتاع 4-5 سندوتشات عشان يشبع. هيوفر عليكي حاجات كتير قوي. كمان المشتريات الجانبيه اللي هي الحشو والحاجات دي، طبعا اللانشون والجبنه الرومي والجبنه البيضاء والحاجات دي كله، والبيض مكلف جدا، لا ده انا هعلمك ازاي تعملي الحاجات دي، يعني ما تصرفيش اكتر من 50 جنيه على الحاجات دي، فاهمين قصدي؟ يعني هتجيبي مثلا زي ما قلت لكم، هجيب لكم الجبنه الرومي لان في ولاد كتير بيحبوها، هجيب لكم اللانشون لان في ولاد كتير بيحبوه، هنجيب البيض، هنجيب الجبنه، بس هنجيب الجبنه القريش، تمام؟ كل الحاجات دي مش هتكلفك 50-60 جنيه. ازاي يا ياسمين ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا هو كده، وزائد كمان هتعملي المربى في البيت عشان ما تشتريش مربى في البيت، زائد كمان هتعملي النوتيلا في البيت عشان ما تشتريهاش في البيت، وانا عملتها اكتر من مره في القناه وما كلفتنيش اكتر من 15-20 جنيه. وبرطمانين، عملت برطمانين نوتيلا، والتوست تعمليه في البيت واديله توست بالنوتيلا، حاجات كتير قوي تقدري تعمليها في بيتك والله يا بنات. الناس اللي خايفه اهو، وان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم باذن الله فيديو عملي
قريب جدا، ممكن على اخر الاسبوع ده باذن الله اكون انا بقى ايه خدت اجازتي اللي هي اجازه الاسبوع اللي هي يوم الجمعه، هنزل اشتري الدقيق ان شاء الله واشتري الحاجه كلها ونبتدي بقى نعمل حاجه عملي، لان النظري ده مش هينفع. فانت بقى جهزي لي 150 جنيه زيت الكل وامشي معايا وهنشوف بقى ان شاء الله هنعمل ايه. هو ده بقى فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولا بمعلومه صغيره. انا حبيت ان انا اقول لكم يعني استعدوا معايا ازاي وجهزوا معايا ازاي عشان تحضروا كلكم معايا الفلوس، عشان خاطر نشوف هنعمل ايه باذن الله. واشوفكم على خير، فيديوهات حلوه كتير. بقى لو عجبكم الفيديو صلوا على النبي واكتبوا الحمد لله في الكومنتات لو انتوا شفتوا الفيديو للاخر. واشوفكم على خير، فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه.